السلام عليكم. الأهلي يتخطى عقبة مفاجآت كأس مصر بتفوقه على منتخب السويس 1-0 في دور 32 من كأس مصر. الأهلي بيسير في الاتجاه الصحيح بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا. الأهلي بدأ الماتش ب4-3-3 بمشتقاتها الهجومية في حراسة المرمى محمد الشناوي، من اليمين للشمال محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، ثلاثة وسط ملعب رأس مثلث مروان عطية، أليو ديانج على اليمين، على الشمال حمدي فتحي، اتنين أظهرة طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، مهاجم وهمي هو محمود كهربا. مستر كولر كان عنده مرونة في الحلول الهجومية في الماتش ده، وده بيدي انطباع كويس ما بين مستر كولر وما بين جمهور النادي الأهلي الفترة اللي جاية، خصوصا مع الانتقالات اللي هتحصل في الصيف، وهو على رأسها مهاجم صندوق قوي بيجيب ضربات الراس، اللي يحل المشاكل أو التكتلات الدفاعية اللي بتحصل من المنافسين في ماتشات كتيرة، وخصوصا مع الانتقال المتوقع من حمدي فتحي للوكرة القطري. وليه انا قلت حمدي فتحي ما قلتش محمود كهربا؟ هنفهم الكلمه دي دلوقتي واحنا بنشرح النقط الفنيه اللي حصلت في الماتش. هنبدا في الحلول اللي الاهلي اعتمد عليها في خلق ثغرات في دفاع منتخب السويس، وهي الكرات البينيه اللي بقت ماركه مسجله للنادي الاهلي الفتره الاخيره. لكن النادي الاهلي كان بيعتمد بالكرات البينيه اللي بتتلعب في حمدي فتحي خلف الاظهره بتحرك حسين شحات، وده مع التطور اللي حصل في كره القدم، وبقى في محللين اداء في اي نادي، فانت بقيت عباره عن كتاب مفتوح للنادي اللي بتلعب قصاده، فلازم أن تشوف حلول تانية حتى لو هتعتمد بنفس اللعبه بس يكون ليك طريقه اخرى. وده اللي شفناه من كولر في الماتش ده، ان هو اعتمد على محمود كهربا في الجزئيه دي. لقطتين كانوا مختلفين شويه بس نفس اللاعب وهو محمود كهربا. لقطه كانت في الدقيقه 7 ولقطه كانت في الدقيقه 40. لقطه الدقيقه 7 رامي ربيعه لعب في ظهر الدفاع اللي ما كانش واقف على خط واحد، واستغلها محمود كهربا بعدم ثبات الخط الدفاع منتخب السويس على خط واحد، فضرب الاوفسايد واتلعبت الكره في ظهر الدفاع وتألق فيها الحارس من خلال تسديده من محمود كهربا. الدقيقه 40 نفس اللقطه، بس في وقت ده كان منتخب السويس واقف في خط واحد. محمود كهربا شاف حل تاني من خلال ان هو يتحرك 3 خطوات في اتجاه النادي الاهلي، وبيجي من الخلف الامام بسرعته، فبالتالي بيكون هو سابق المدافع بخطوات، فيتحرك اتلعبت من خلالها من هاني لمحمود كهربا، وتألق فيها برضو الحارس في اللقطة دي. حل تاني الاهلي اعتمد عليه لقطة كانت في الدقيقة 12 ولقطة كانت في الدقيقة 38، وهي الكرات او الشورت باص ما بين الخطوط. كرة اتلعبت من رامي ربيعة اتحرك من خلالها كهربا، اللي هو قلت لك في الماتش ده كان بيقوم بدور المهاجم الوهمي. كهربا اتحرك نص ملعب، ومن خلال كهربا تحرك نص ملعب كان حمدي فتحي بيتحرك مكانه، ففي الوقت ده بيدي خلل للمنافس اللاعب السيرد باك، يقول لك انا هتحرك مع كهربا وانزل معاه وسط ملعب العب معاه مان تو مان، ولا افضل دفاع منطقه زي ما انا ولاعب وسط ملعب نفس الكلام، يقول لك هروح مع حمدي فتحي ولا افضل مع اللي جاي اللي هو كهربا. ففي الوقت ده اللقطه كانت عامله زي الخدعه اللي بتحصل في الكوتشينه، واحد بيحرك الورق مثلا بايده اليمين وهو بيعمل خدعه اصلا بايده الشمال. في الوقت ده اللي هو الكل متوقع ان الكره لما تتباص لكهربا هيباصها لحمدي فتحي اللي اتحرك مكانه. كهربا استلم الكره من رامي ربيعه، اتحرك باصها للشحات اللي اتحرك في المساحه اللي اتخلقت من خلال الحركه اللي حصلت ما بين كهربا وما بين حمدي فتحي. دي اللقطه اللي حصلت في الدقيقه ال 12. اما في الدقيقه 38 برضو لقطه شبيهه شويه، هو باص من دفاع لكهربا. كهربا باصها لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر مرضاش يتحرك او دي اكد تعليمات من المدرب، ما اتحركش للخارج ناحيه الوينج، لا اتحرك للداخل، فراح في اتجاه المدافع اللي ماسك كهربا، فبالتالي المدافع ده ساب كهربا وراح ضاغط على طاهر محمد طاهر. في الوقت ده طاهر بصها للكهربا اللي اتحرك ورا المدافع اللي كان ماسكه. دي برضو لقطه من لقطات من النادي الاهلي اعتمد عليها وقدر يخلق بيها ثغرات في خط دفاع منتخب السويس. الاهلي بدأ الشوط الثاني باجراء تبديل بخروج اليو ديانج ونزول قفشه، فتحولت الطريقه من 4-3-3 ل 4-2-3-1. 4-2-3-1 دي مع منتخب برضو بيبقى مش اعلى حاجه مع الاحترام ليه طبعا، فهو انت بتدي بتدي حلول هجوميه للاظهره، او بتدي الاظهره يبقى عندها حريه شويه في الانطلاقات الامام، هو هاني وخالد عبد الفتاح، لان بيبقى ثابت حمدي فتحي وبيبقى ثابت مروان عطيه. وفي الوقت ده ومع الطريقه دي بيتحول المناطق اللي كانت موجود فيها اليو ديانج وحمدي فتحي، بيتحول فيهم اللي هي مناطق الهاف سبيس، تحول فيها وجود طاهر محمد طاهر ووجود حسين الشحات وفي وسطهم قفشه، وبيدي عشان يخلق المساحات للاظهره انها تنطلق. الاهلي برضه بدا الماتش الشوط الثاني بيحاول يشوف حلول من خلال الشورت باص ما بين الخطوط، لانه جه كولر شاف ان منتخب السويس بدا الشوط الثاني في انه بدا يعمل دفاع عميق في الوقت ده، فبدأ يقابل من التلت الأخير في ملعبه، على عكس الشوط الأول اللي كان بيبدأ يقابل من التلت التاني، فبيبقى في مساحات ما بين الحارس وما بين قلب الدفاع. ففي الوقت ده
الكولر حاول يشوف حلول تانية وشوفناها في لقطتين. التكتل لعيبة النادي الأهلي في 18 بيختار محمد طاهر بإنه كان في مناطق الهاف سبيس أو تحول ساعتها لمهاجم، والمنتخب السويس في اللقطة دي كان 4 مدافعين. من خلال تقارب خطوط النادي الأهلي فالأربعة تحولوا، بدل ما يبقى فيه أظهرة والمساحات ما بينهم مفتوحة، لأ الأربعة بقى يقفلوا مع بعض، بقى بيدي مساحة للاعب اللي جاي من ورا. يعني هنا كان موجود في اللقطة دي قفشة ممسوك، طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي، واللاعب الرابع اللي هو بيلعب الكرة في اللقطة دي جه اللاعب اللي ورا الظهير هو حسين الشحات، اللي المفروض يتمسك في الوقت ده من الجناح، اللي ما رجعش قام بدوره الدفاعي، بقى في مساحة لحسين الشحات مفتوحة. اللقطة اللي جت منها ضربة الجزاء، اتلعبت الكورة في ظهر كهربا اللي فوتها، اتلعبت لحمدي فتحي. حمدي فتحي لو كان بص رفع عينه هيلاقي حسين الشحات فاضي خالص، لكنه لعبها لقفشة اللي خد من خلالها ضربة جزاء. دي برضو من الحلول ان الاهلي بيعتمد عليها، وكانت بتحصل كتير في ماتش الوداد ضد النادي الاهلي. كان بيعتمد على اللي هو الوداد كان بتقرب الخطوط فبتدي مساحات للاجنحه اللي بتتقدم، والاظهره ما كانتش، وللاظهره للفريق المنافس، والاجنحه ما كانتش بتقوم بالدور الدفاعي لها. في بقى انك خلاص فشلت انك تعرف تعمل ثغرات من خلال الشورت باص، فبدأت تحاول تشوف حلول تانية وهي طرق العرضيات. طبعا كهربا مش احسن حاجه في العرضيات، فكان بيبقى في روتيشن ما بين كهربا وما بين حمدي فتحي اللي كان بيبقى هو المهاجم في الوقت ده لانه بيجيب ضربات الراس جدا. عشان كده انا قلت في اول الحلقه ان حمدي فتحي مع انتقاله الوكره القطري فاحنا محتاجين مهاجم بيجيب ضربات الراس قوي، لانك انت ساعات بتعمل حلول من خلال تحولات بتحصل ما بين كهربا وحمدي فتحي، فبعد انتقال حمدي فتحي مش الحلول دي مش تبقى موجوده. فالاهلي اعتمدها من خلال عرضيات خالد عبد الفتاح، ولعب منها كوره اعلى من الجميع كلهم حمدي فتحي بضربه الراس، وتقريبا حكت في العارضه قبل ما تطلع، كانت قريبه جدا انها ممكن تسجل هدف. الهدف الاهلي سجله اللي كانت في الدقيقه 85 او الدقيقه 86، كانت كونتر اتاك جميله جدا من النادي الاهلي، وعجبني فيها تحرك قفشه. الكره اتقطعت من مروان عطيه، لعبها عبد قادر حاول يعدي، الكره ساعدته وراحت للقندوسي، بقى الموقف 3 على 3. قفشه لو كان اتحرك في قلب الدفاع ما كانش هيخلق المساحه لحسين شحات، لكن قفشه فضل فاتح الملعب جنب الخط، فبالتالي الثلاث مدافعين اللي لعبوا قفشه لا اما يقربوا لقفشه ويعملوا الثلاثه يبقوا تحرك مع بعض، لا اما اللاعب ده هيفتح الملعب ويمسك حسين شحات ويخلق مساحه ما بينه وبين السيرد باك. لكن اللاعب اختار الحل ان هو يروح يقرب مع السيرد باكات اللي هم رايحين جنب اللي في قفشه، ففي الوقت ده بقى في مساحة ما بين السيرد باك وما بين حسين شحات، استغلها القندوسي بانه باصل لحسين شحات وراح حسين شحات وسجل من خلالها الهدف. طبعا الحلول اللي احنا اتكلمنا ده كلها طبعا لما تكون ضد منافس مش قوي زي منتخب السويس، مش برضه مش ممكن ما تحصلش ضد كل المنافسين الاقوياء، لكن في نفس الوقت بتدي انطباع كويس للجمهور. ونتمنى الفترة الجاية مع وجود الصفقات ان احنا نقدر يبقى فيه حلول اكتر واكتر. وانا من الناس اللي مستبشرة خير بمصر الكورة، خصوصا اللقطات اللي احنا بنشوفها دي. ان شاء الله الفترة الجاية احسن نادي الاهلي. السلام عليكم.